في قلب العاصمة المغربية الرباط. وعلى بعد خطوات من المحيط الأطلسي يقف صرح رياضي أعيد بناؤه ليصبح واجهة كروية للمغرب والعالم. إنه ملعب الأمير مولاي عبد الله، الذي يشهد ميلادا جديدا بعد إعادة تهيئة شاملة جعلته في مصف الملاعب العالمية. بدأ المشروع سنة 2023 بهدف إعادة تصميم الملعب بشكل كامل ليواكب التطلعات الكبرى للمغرب في استضافة البطولات العالمية. لم يعد الملعب كما كان في السابق، فقد أزيل المضمار الخاص بألعاب القوى ليصبح مخصصا لكرة القدم فقط. واليوم يتسع الملعب لحوالي 68 ألف متفرج موزعين على مدرجات حديثة تمنح المشجع تجربة بصرية وصوتية استثنائية. يعتمد الملعب بنية تحتية متطورة. نظام إضاءة LED هو الأول من نوعه في إفريقيا، يسمح بالتحكم في نمو العشب الطبيعي وجودته عبر تقنيات إسجيل المتقدمة. أرضية هجينة عالية الجودة تستجيب لأعلى معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم. قاعات واسعة للصحافة ووسائل الإعلام مجهزة بأحدث التكنولوجيا. غرف تغيير اللاعبين بمعايير احترافية عالمية، فضلاً عن أجنحة VIP وفي VIP توفر الراحة والفخامة. لم يأتي هذا التجديد من فراغ، فالملعب أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المغرب الرياضية. هنا ستلعب مباراة الافتتاح، نصف النهائي والنهائي في كأس إفريقيا 2025. كما سيكون واحدا من أبرز الملاعب المخصصة لاستضافة كأس العالم 2030 حين يستقبل المغرب العالم رفقة إسبانيا والبرتغال. وقبل كل هذه المواعيد الكبرى يترقب المغاربة حدثا وشيكا، 5 شتنبر 2025. في هذا اليوم يعاد افتتاح ملعب مولاي عبد الله رسميا. سيكون الحفل استثنائيا يجمع بين عروض فنية وضوئية وأجواء احتفالية غير مسبوقة، ليتوج بمباراة رسمية في تصفيات كأس العالم 2026، حيث يواجه المنتخب المغربي منتخب النيجر. ابتداء من ساعات العصر ستبدأ الحشود في التوافد نحو المجمع. طرق جديدة، مواقف واسعة، وربط محسن مع شبكة النقل الحضري لتأمين وصول سلس لعشرات الآلاف من الجماهير. مع غروب الشمس تضيء الواجهات الخارجية للملعب بألوان المغرب، بينما يتردد صدى الأغاني والهتافات في أرجاء العاصمة. وعند 8 مساء ينطلق الحفل الرسمي، ثم تتوجه الأنظار إلى المستطيل الأخضر حيث تبدأ المباراة الأولى في عهد جديد. لم يعد ملعب مولاي عبد الله مجرد ساحة رياضية، بل تحول إلى رمز وطني. رمز يعكس طموح المغرب في أن يكون من بين القوى الرياضية العالمية. هنا ستصنع لحظات الفرح والانتصار، وهنا سيكتب جزء من ذاكرة كرة القدم الإفريقية والعالمية. ملعب مولاي عبد الله، من مشروع إعادة بناء إلى صرح عالمي، ومن حلم جماهيري إلى حقيقة تلهم أجيالا قادمة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد عن كواليس عالم كرة القدم.